الدكتور يحيى البرمبلي، أستاذ مساعد واستشاري جراحة العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، زمالة جراحة عظام الأطفال وتشوهات العمود الفقري كندا، زمالة جراحة العمود الفقري المتقدمة إنجلترا. كان بمناسبة اعوجاج العمود الفقري أول فيلم في السينما المصرية مميز قوي اسمه سلامة في خير. شفت سلامة في خير؟ ده نجيب الريحاني. معلش انا كنت بذاكر كتير. سلامة في خير، نجيب الريحاني عمل فيلم. كان في واحد في الفيلم من أهل الحارة اللي هو ساكن فيها عنده كيفوسكوليوس. ده مثل كتير قوي. الممثل ده يعني هو طبعا الناس دول بيمثلوا اللي هو انه يقول كلمتين في مشهد أيوه. في بتاع. فانا عايز اقول لك ان الناس دي بتبقى يعني بتعاني جدا طبعا. يعني بيحصل لهم نوع من الاسترس غير عادي في حياتهم. حضرتك يبقى نفسه يبقى ممثل بجد. الظهر بيبقى عليه يعني الام شديد جدا مطرح الاعوجاج ده، لان العضلات شغاله تحت ضغط طول الوقت. فحضرتك احنا لو وقفت مايل كده ما تعرفش تقف اكتر من 5 دقائق، تخيل في حد واقف مايل طول الوقت فبيتعب بسرعه، فقدرته على الانتاج بتقل جامد. فمجرد ان المشكله دي بتتحل بيرجع بيبقى بني ادم طبيعي يمارس رياضه. انا الحمد لله عندي ناس رجعت تلعب سباحه تاني، رجعت تلعب تايكوندو تاني، رجعت تلعب. انا في واحد عمل يعني جالي العمليه قال لي انا بلعب كونغ فو، هرجع العب كونغ فو؟ قلت له ان شاء الله، والحمد لله ربنا كرمنا ورجع يلعب كونغ فو. الالعاب القتاليه بتاخد شويه وقت عن الالعاب العاديه، لكن من ميزه العمليه دي ان احنا بنقدر نرجع الشباب والشابات لوظيفه كامله.